تصدقون عندنا بالعراق كبة مظلومة إعلاميا وما يعرفوها بس العراقيين؟ عجينتها اقتصادية وما يحتاج لها مهارة بالفتح، شكلها يسولف والطعم جنان. ونبديها بزيت زيتون، نحمس بصلة وبس تذبل ننزل عليها باللحمة المثرومة ونقليها زين، بهارات مشكلة تقليبتين، نطفي النار ونتركها تبرد. بعدها نعبيها بأكياس بلاستيك على شكل كرات متساوية وناخذهم على التفريز لحد ما يجمدون، وهيج لازم يكون شكلهم حجر. وللعجينة جريش ناعم وشوية برغل ناعم، نملح ونفلفل، نغمرهم بالماء تحريكه سريعه، نغطيهم ونتركهم على صفحه نص ساعه يتنقعون. بهالاثناء بجدر زيت زيتون نحمس بصله لحد ما تذبل ويصير لونها ذهبي، نحمس وياها شويه معجون طماطه، نضيف الماء ينومي بصره وكبابه، نملح ونفلفل ونتركهم على نار هاديه يغلون. وهسه نفتح العجينه ونبلش نعجنها بهذا الشكل 5 دقائق كاملين لحد ما توصل لهذا القوام المطاطي. وهسه نمسح ايدنا بالزيت وناخذ شويه من العجينه ونلبسها للحمه تلبيس حتى ما تكون سميكه، نقطع الزوايد نكورها بهذا الشكل وعلى طول على المرق، ونكمل الكمية على هالأساس، نلف وعلى المرق. وبس خلصنا نغطيها ونتركها 20 دقيقة تطبخ، بعدها نضيف الشعرية ونخليها 10 دقائق إضافية. وهسه كبتنا صارت جاهزة وعلى طول على صحن التقديم، وشوفوا لي إياها شلون رقيقة ومليانة حشوة. قوية قوية قوية.